الشرعي قبلة المجتهدين، يعني كما أننا عند إقامة الصلاة نتحرى القبلة ونبذل غاية الوسع في تحريها وفي استقبالها، وكما أننا نبذل غاية وسعنا في هذا ونتحرى القبلة، فإن المجتهدين من أئمة الفقه إذا أرادوا أن يستنبطوا معنى أو يستخرجوا حكما فإن القبلة التي يقصدونها ويستقبلونها ويبذلون جهدهم في تحريها هي أن يصيبوا باستنباطهم للفروع والأحكام أن يصيبوا بها مقصود الشارع. فصار من الواجب على المجتهدين وأئمة الفقهاء وأئمة الإسلام أن يتبينوا وأن يتحروا مقصود الشرع في كل شيء. إذن كل أئمة الاجتهاد من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن قبلهم من مجتهدي التابعين ومن قبلهم من مجتهدي الصحابة ومن بعدهم من أئمة الاجتهاد إلى يوم الدين إنما مقصودهم في الحقيقة أن يصلوا إلى مقصود الشارع. ومعنى هذا أن تبين مقصود الشريعة عمل قائم على وجه الاستمرار إلى يوم الدين. فعظم من حينئذ معنى مقاصد الشريعة. وبدأ العلماء يقولون مقاصد الشريعة على 3 أقسام: مقاصد عامة ومقاصد خاصة ومقاصد جزئية. مقصد عام ومقصد خاص ومقصد جزئي. أما المقاصد الجزئية فهي مقاصد أبواب الفقه بابا بابا، يعني وقف المجتهدون عند كل باب من أبواب الفقه وجمعوا فروعه وغاصوا فيها حتى فهموا مقصود هذا الباب. فحينئذ تكون مقاصد الشريعة الجزئية بعدد أبواب الفقه. يظهر هذا مثلا في تدريس أوائل أبواب الطهارة حينما يطرح السؤال: ما الفرق بين نية الوضوء ونية التيمم؟ فيقول العلماء: نية الوضوء رفع الحدث، ونية التيمم استباحة الصلاة مع وجود الحدث. إذن مقصود الوضوء أن يرفع الحدث بالكلية، لكن لا يقصد بالتيمم رفع الحدث، إنما يقصد به إيجاد حالة استثنائية تبيح للمرء أن يقتدر على الصلاة رغم وجود الحدث. فمقصود باب الوضوء مخالف لمقصود باب التيمم، وهكذا في كل أبواب الفقه. ثم يبدأ المجتهدون في جمع مقاصد الأبواب الجزئية، فإذا بكل مجموعة من الأبواب تدور حول مقصود واحد. فأبواب الطهارات جميعا لها مقصود، وأبواب العبادات جميعا لها مقصود، وأبواب المعاملات جميعا لها مقصود، وهكذا تتعدد المقاصد، لكن عند جمع كل مجموعة من أبواب الفقه المتقاربة. فإذا بمقاصد الشريعة التي هي المقاصد الجزئية إن كانت نحو من 30 أو 40 مقصدا، إذا بها قد آلت إلى نحو من 15-16 مقصد، وتسمى هذه المقاصد بالمقاصد الخاصة. إذن المقاصد الجزئية هي مقاصد أبواب الفقه بابا بابا، ثم تجتمع كل مجموعة من الأبواب فتصنع مقاصد خاصة. ثم لا يزال المجتهدون يمعنون في فهم هذه المقاصد الجزئية والخاصة، ويعرجون منها إلى مقاصد الشرع العليا، فتظهر المقاصد العامة. ثم المقاصد العامة للشريعة تنقسم
إلى 3 أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. ثم الضروريات 5: حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال. وهذه ال5 هي الراجحة والمستقرة عند أئمة الاجتهاد. وعند بعض الأصوليين والمجتهدين بحوث في هذا: هل يمكن أن يزاد على مقاصد الشريعة ال5 دي؟ فالتاج بن السبكي مثلا يجعل حفظ النسل مغايرا لحفظ العرض فتصير 6، وبعضهم يدرج حفظ العرض في حفظ النفس، وبعضهم يدرجه في حفظ النسل، فتتعدد مذاهب المجتهدين في هذا. لكن جمهور المجتهدين على أن المقاصد العامة في مستوى الضروريات 5، عرفت بالكليات 5. وبدأ يطرأ عند بعض المعاصرين بحوث: هل يمكن الزيادة على المقاصد 5 والكليات 5 الكبرى؟ فتجد فيها كلاما للإمام الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة، وهو من أعظم المعاصرين دراية ودراسة وفهما لهذا الباب من أبواب العلم. وكتابه مقاصد الشريعة كتاب كبير مطبوع شديد الأهمية. طيب، ثم تأتي قضية أخرى، ألا وهي أن هذا الباب أصلا إنما نشأ في باب التدوين عند العلماء، نشأ من رحم علم أصول الفقه. يعني ما تطرق العلماء إلى الكلام في مقاصد الشريعة عند تصنيف الكتب المدونة إلا في باب المناسب، مسألة المناسب من باب القياس من علم الأصول. لما نروح لباب القياس في علم الأصول نجد مبحثا مهما من مباحث باب القياس اسمه مسالك العلة. ومسالك العلة 8، والبعض يجعلها 10، وفي 2 منها خلاف وجدل بين العلماء. أحد أبواب مسالك العلة باب يعرف بباب المناسب، المناسب الملغى والمناسب المعتبر والمناسب المرسل. في هذا الباب وفي هذا الموضع بدأ الإمام الكبير أبو المعالي الجويني إمام الحرمين يقف في مسألة المناسب ويستنبط لنا هذه المقاصد، وكان يسميها المزاجر 5. المزاجر يعني المزاجر كأنها هي الحدود التي يقف المجتهد عندها وينزجر، يعني هي الحمى الذي يراعيه المجتهد ولا يتخطاه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الإمام الجويني إمام الحرمين هذا من أعظم أئمة الإسلام، وينبغي أن تخصصوا قدرا من دراستكم لاستكشاف أبعاد هذا الإمام الضخم والعظيم في العلم، حيث إنه كان شيخ المتكلمين وله كتاب الإرشاد في علم الكلام، وكان شيخ الأصوليين وله كتاب البرهان في علم أصول الفقه، وكان شيخ الفقهاء وله كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، وغير ذلك كثير من كتبه. وكتابه البرهان في علم الأصول ابن خلدون في المقدمة يقول هو أحد الكتب 4 الكبار التي عليها مدار علم الأصول، وكان يقول مدار علم الأصول على 4 كتب، على كتابين سنيين وكتابين معتزليين. أما الكتابان السنيان فهذا البرهان للجويني والمستصفى للغزالي، وأما الكتابان المعتزليان فالمعتمد لأبي الحسين البصري والعمد للقاضي عبد الجبار. وحصل وهم لابن خلدون حيث ظن أن المعتمد لأبي الحسين البصري شرح على كتاب العمد
للقاضي عبد الجبار، وليس كذلك، لأن أبا الحسين البصري في أول المعتمد يصرح بأنه كان قد شرح عمد القاضي عبد الجبار في كتاب، ثم شرع في كتاب آخر وهو هذا المعتمد. الإمام الجويني يا أحباب في كتاب نهاية المطلب أتى بشيء عجيب جدا. نهاية المطلب هذا هو بحر المذهب الشافعي، وتولدت منه فوائد وعلوم مبهرة. هذا الكتاب نهاية المطلب في دراية المذهب أودع فيه الإمام الجويني من دقائق الفقه والاجتهاد والاستنباط وتعليل الأحكام وفهم المقاصد شيء عجب، بحر لا ساحل له. وهذا الكتاب تخرج به أئمة من بعد، فحجة الإسلام الغزالي عكف على كتاب نهاية المطلب هذا فلخصه في 4 كتب، في كتاب اسمه البسيط في المذهب، والبسيط فعيل بمعنى مفعول، بسيط يعني مبسوط وواسع، فكلمة البسيط معناها الواسع، بينما في اللهجة الدارجة البسيط يظن أنه القليل، لا هذا شيء بسيط، لكن البسيط معناه الواسع الممتد. والسرخسي سمى كتابه المبسوط يعني البسيط، لأنها فعيل بمعنى مفعول. فأكبر كتب الغزالي في المذهب البسيط، ولم يطبع بعد. ثم دونه كتاب الوسيط في المذهب، طبع في 9 مجلدات، هذا الصغير، فكيف بالكبير البسيط. ثم الوجيز في المذهب، ثم الخلاصة في المذهب. فالإمام الغزالي كم كتاب؟ 4 كتب. كتاب الوجيز هذا الذي شرحه الرافعي في كتاب فتح العزيز في شرح الوجيز 19 مجلد. فالغزالي والرافعي وعدد من الأئمة داروا في فلك علوم أبي المعالي الجويني إمام المذهب. يبقى الغزالي له كم كتاب؟ 4. نظمها بعضهم في بيتين فقال: هذب المذهب حبر أحسن الله خلاصة ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. كان ممن عكف على كتاب نهاية المطلب هذا الإمام العز بن عبد السلام شيخ الإسلام، اعتنى عناية فائقة جدا بكتاب نهاية المطلب، حتى يقول العلماء في ترجمة العز بن عبد السلام إنه اعتمد على كتاب نهاية المطلب وصار يطالعه آناء الليل وأطراف النهار، انقطع له وعكف عليه مع تبحره واجتهاده. العز بن عبد السلام مجتهد في الشريعة. يعني إيش مجتهد؟ يعني ينزل منزلة الإمام الشافعي وينزل منزلة الإمام أبي حنيفة، لكنه بعد أن نظر واجتهد في فروع الفقه تبين له أنه انتهى في سائر اختياراته إلى مثل ما انتهى إليه الإمام الشافعي، فهو مجتهد منسوب إلى المذهب، حيث أداه اجتهاده في الفروع إلى أنه انتهى في كل فرع إلى موافقة الشافعي، فهو شافعي لا على وجه التقليد للإمام الشافعي في الفروع، بل من حيث موافقة الاجتهاد للاجتهاد. يبين هذا أن تلميذه ابن دقيق العيد، والتلميذ أصغر من الأستاذ حتما. ابن دقيق العيد هذا المجتهد الجليل كان يقول: ما قلدت مالكا ولا الشافعي، لكن وافق اجتهادي اجتهادهما. يقول: ما قلدت مالكا ولا الشافعي، لكن وافق اجتهادي اجتهادهما. ما الذي نأخذه من هذه الوقفة؟ نأخذه أن المذاهب الأربعة ليست مجرد تقليد لإمام، بل كل مذهب من المذاهب تضافر على صناعته عشرات ومئات من المجتهدين ممن انتهوا جميعا إلى نفس الاختيار ونفس الفهم، فيتألف منهم المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو الحنبلي.
تحت كل مذهب من هذه المذاهب مئات من المجتهدين كمثل إمام المذهب في القدرة على الاجتهاد. الله ما شاء الله. نعم. فالمذهب الشافعي ليس مجرد واحد اسمه الإمام الشافعي ثم مئات الألوف يقلدونه أبدا، بل مئات من المجتهدين ممن أعادوا النظر في دلالات المسائل من بدايتها فانتهوا جميعا إلى أن اختاروا نفس الاختيار، فسميت هذه المدرسة في الفهم باسم الشافعي. ما شاء الله. الإمام العز بن عبد السلام هذا الإمام العظيم المجتهد عكف على كتاب نهاية المطلب، فالجويني مجتهد، والعز بن عبد السلام مجتهد، والغزالي مجتهد، وابن دقيق العيد مجتهد، الرافعي، النووي، هؤلاء الأئمة. العز بن عبد السلام عكف على نهاية المطلب وشغف به جدا، وبلغ من شغفه بنهاية المطلب أنه لخصه واختصره في كتاب مطبوع في 8 مجلدات اسمه الغاية في اختصار النهاية. إيش النهاية المذكورة هنا؟ نهاية المطلب. وعندي هذا الكتاب مطبوع وموجود للإمام العز بن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية. إذن الإمام العز بن عبد السلام بلغ من شغفه بنهاية المطلب أنه كأنه يحفظه، وليل نهار على مدى سنوات يطالعه حتى اختصره واعتصره في كتابه. والذي تبين لي بعد تأمل أن الإمام العز بن عبد السلام نبتت عنده نظرية مقاصد الشريعة من العكوف على كتاب نهاية المطلب، لأن الإمام الجويني في نهاية المطلب في عدد كبير من الأبواب في أثناء الباب أو في خواتيمه يقول والقصد أو قصد الباب، فبدأ ينبه القارئ إلى أن هذا الباب بعد ذكر فروعه له محور ومقصد تدور حوله هذه الفروع. فالذي يدمن مطالعة نهاية المطلب للجويني تتبلور وتنبت في ذهنه نظرية مقاصد الشريعة. كان من ثمرة هذه الجهود العلمية أن الإمام العز بن عبد السلام نبغ في فهم باب مقاصد الشريعة جدا جدا على نحو فائق، وألف كتابه العظيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام. فاعتبر العلماء هذا الكتاب أجل كتب مقاصد الشريعة، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ثم اختصره في كتاب لطيف الحجم سماه القواعد الصغرى، مطبوع موجود. وجاء الإمام سراج الدين البلقيني المعدود من المجددين على رأس 100 في زمنه، فعلق وشرح مواضع منه في كتاب سماه الفوائد الجسام على قواعد العز بن عبد السلام، في مجلد مطبوع وموجود عندي. طيب، إذن كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام هذا الكتاب عظيم الشأن جدا في علم مقاصد الشريعة. أريد أن أقفز بعد هذا إلى عدة مواضع ومسائل أشير إليها ثم أختم الكلام وأفتح باب التعليق من السادة الأساتذة الكرام ومنكم. علم مقاصد الشريعة كاد يكون عند المتأخرين دائرا في فلك كتب الشاطبي، لا يكاد أحد يعرف شيء عن مقاصد الشريعة من الباحثين والدارسين إلا وهو يدور في فلك كتابات أبي إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات وفي كتاب الاعتصام. والشاطبي كان عالما جليل القدر له حقه وله حرمته، وفي كتابيه هذين من النفع حظ عظيم.
لكن يبقى في الكتاب كثير من المآخذ، حيث إنه يبالغ جدا ويسهب جدا في شرح المعنى، فيشرح على مدى صفحات ما يمكن أن يوجزه أئمة الأصول في سطر، ثم يترك المعنى ويغادره، ثم يعود إليه بعد فترة فيتكلم عنه في صفحات أخرى. فصار الكتاب كتابا كأنه مع ما فيه من الفوائد، لكن كأنه كتاب مسهب مرسل يندفع فيه القول في ميادين شتى، فليس جاريا على قانون الضبط والإتقان الذي جرى عليه مثلا البيضاوي في المنهاج، والذي يجري عليه السبكي في هذه الكتب المحكمة والدقيقة العبارة. ولأجل هذا لم يعتني أحد قط من لدن تاريخ أبي إسحاق الشاطبي بتدريس كتابه هذا أبدا، ما اعتمد في التدريس، ظل كتابا موجودا لكن لم يلتفت إليه العلماء، ما اعتمدوه في التدريس، إلى أن جاء الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده عندنا في الأزهر فاعتنى به وطبعه، واعتنى به الشيخ عبد الله دراز وعكف على إخراج الكتاب، ومن ثم وقعت العناية به. لكن عدد من الباحثين من غير المختصين بعلوم الشريعة وبعضهم من الدارسين للعلوم السياسية وما أشبه وجدوا في هذا الكتاب بغيتهم، لأنه يبالغ في البيان ويسهب فيه ويطرق المعنى ثم يخرج منه ثم يفرع منه ثم يعود إليه، فكأنه صار أقرب إلى لغة المعاصرين. وأنا أذكر أن واحدا من مشايخنا كان يقول في سنة 1941 كان يدرس لنا في الابتداء الأزهري واحد اسمه الأستاذ الشيخ محمد سعاد جلال، ومحمد سعاد جلال من علماء علم الأصول وله مؤلفات في أصول الفقه، عالم أزهري ترجمت له في جمهرة أعلام الأزهر الشريف. يقول لي أستاذنا هذا في سنة 41 ونحن في الابتداء الأزهري كان يدرس لنا المرحوم الشيخ محمد سعاد جلال، وهو حينئذ حاصل على الدكتوراه في كلية الشريعة سنة 41. فانظر لما يأتي عالم حاز الدكتوراه في كلية الشريعة ويدرس للابتدائي الأزهري. فكان يقول لطلابه شيخنا هذا يذكرها ولا ينساها من ذلك الحين، كان يقول يا ولدي اقرأوا للمتقدمين ودعوا عنكم أمر المتأخرين، فإنكم إن قرأتم للمتقدمين جعلوك أمام المتأخرين، وإن قرأت للمتأخرين جعلوك خلفهم. وكان يقول الشيخ محمد الغزالي المعاصر الداعية، كان يقول لهم الشيخ محمد الغزالي هذا صديقنا وأخونا، لكن لا يزيد على أن يأخذ 3 أسطر من كلام الفخر الرازي فيصنع منها كتاب، ويسهب ويبين ويعيد ويزيد وكذا، وهي في عند الرازي لا تلخص في سطر سطرين. فجاء أحد علماء الأزهر اسمه الأستاذ الكبير الشيخ محمد علي البراد السكندري، وكان ماهرا جدا ومتقنا جدا، وكان يدرس جمع الجوامع في الأصول، وكان يدرس كتب علم الكلام الكبرى ويدرس الصحيح، يعني كان يدرس لطلاب الأزهر في الطبقة العليا المتأهلة لامتحان العالمين. وألف كتابا اسمه نفحة البديع في تحقيق معنى البدعة. كان هذا الكتاب مخطوطا وسعيت فيه إلى أن استخرجته ودفعته إلى بعض طلابنا، فقام على خدمته وإخراجه تلميذنا الدكتور أحمد نبوي فطبع مؤخرا. فإذا بالإمام الكبير الشيخ محمد علي البراد السكندري حينما أراد أن يحرر معنى البدعة مثلا وجد اضطرابا عظيما عند الشاطبي في هذا جدا، خصوصا في كتاب الاعتصام.
مضطرب جدا في تحديد معنى البدعة، والشيخ البراد يريد أن يحرر معناها على طريقة الأصوليين المحكمة، فكتب سطورا حول كتاب الاعتصام والموافقات. أنا أريد أن أقرأ لكم هذه السطور لتروا كيف يوضع كتاب أبي إسحاق الشاطبي في ميزان العلماء. إيش يقول في كتابه في نفحة البديع؟ يقول: كان مما عهد إلي إلقاء دروس في القسم العالي في الأزهر الشريف وكذا. ثم يقول: ولم أقف على كتاب يحيط بضروبها وفنونها، مسألة البدعة هذا، ويكشف لخاطبيها النقاب عن غوامضها وبحوثها، فكم زل فيها أقدام الجبال الراسيات وضل سبيلها أفهام الأعلام الشامخات، اللهم إلا الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات. يقول: فكم له فيه من عرائس أبكار مخدرات لم يحم حولها قبله أحد من المخلوقات. إذن وفى حق الكتاب وأن فيه بحوثا بديعة ومبتكرة. ثم يقول: غير أن سيئاته لا تذهب بها الحسنات. يقول: إطنابه ممل وإيجازه مخل وخياله غزير وفي التحقيق مقل، يغتر به من يغرهم زخرف المقال ويرتضيه من ليس له في ميدان البحث مجال. ثم ازداد الأمر صعوبة بعد ذلك، حيث تسلط عليه الإخوان المسلمون على أبي إسحاق الشاطبي. فجاء واحد من المعاصرين اسمه الدكتور أحمد الريسوني وألف كتابا اسمه نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، فزاد الأمر خللا، حيث تسلط على الشاطبي مع ما فيه من مآخذ، وأتى من عنده هو بمآخذ أخرى. دكتور أحمد الريسوني إخواني مشهور، وكان رئيسا لما يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلفا للقرضاوي، ثم ورط الاتحاد العالمي المتورط أصلا في إشكالات كبيرة، ورطهم في إشكالات أكبر، حتى اضطر الاتحاد العالمي نفسه أن يقيله وأن يعزله منه. فأين علم مقاصد الشريعة ونظرية المقاصد في إدارة الأمور؟ كثير من الباحثين من باحثي الماجستير والدكتوراه يكاد يكون عمدتهم في علم الأصول لا كتابات الشاطبي بل كتاب الريسوني، يدرس من كتاب الريسوني ويفهمه. الإشكال الكبير أن هذه التيارات لما أن تسلطت على علم المقاصد صارت تصور للناس الشرع وفهم مقاصد الشرع بفهم الإخوان، يعني كأنهم تسلطوا على علم المقاصد فاحتلوه. ولأجل هذا أقول الآن بوضوح: هناك علوم احتلت. فعلم الحديث روج فيه الناس للألباني فلا يكاد أحد يخرج عن أحكام الألباني، ويقدمون الألباني على البخاري، هذا علم احتلوه. علم السيرة يأتي فيه واحد اسمه منير الغضبان ويكتب كتابا اسمه المنهج الحركي في السيرة النبوية، لا يكاد يأتي بموقف من مواقف السيرة إلا يلحقه بمواقف قادة الإخوان، فيجعلك كأنك ترى السيرة بعين الإخوان. ثم جاءوا إلى علم المقاصد فأنشأوا فيه مؤسسة كانت في لندن تعنى بدراسة مقاصد الشريعة، وأكثروا من البحث فيه وولدوا منه تفريعات وبحوث أغرقوا فيها القول، فصار الباحث إذا دخل تخبط في هذه الأفهام الحائرة حول كتابات الشاطبي التي فيها خلل وإشكال كما قلت.
علم الفقه يعدلون عن فقه المذاهب ويريدون تدريس فقه السنة للسيد سامي. إذا لا بد لكم وأنتم من الباحثين المشتغلين بالعلم من الإدراك والوعي بهذا الإشكال. من محاسن أبي إسحاق الشاطبي في كتابه مثلا أنه يقول: ولا يصلح للقياس والاجتهاد في تقدير المفاسد والمصالح إلا من أحاط بمقاصد الشرع جملة وتفصيلا. وحتى أبين لكم يعني ما هو أهم وأدق في هذا يا أحباب، كما أن كل باب من أبواب الفقه له مقصود، كثير من المعاصرين يختزلون علم مقاصد الشريعة في هذه الكلمات: حفظ العقل والنفس والدين والعرض والمال، ويظن أن علم المقاصد فقط هو هذه الكلمات وخلاص، وليس له عمق وجذور وتفاريع وتوليدات تتولد عليه. علم مقاصد الشريعة يحتاج إليه في فهم كل آية في القرآن حتى لا تتأول على غير وجهها. لما أن نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بعض الآيات التبست عند عدد من الصحابة لأسباب، منها مثلا خفاء دلالة اللفظ عند العرب. كان ابن عباس يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يقول: ما كنت أدري معنى الفاطر حتى سمعت رجلا يقول عن البئر: أنا فطرتها، أي حفرتها. إذن كان دلالة اللفظ تحتاج. كما توقف سيدنا أبو بكر الصديق في فاكهة وأب. ما الأب؟ كان يقول: هذه الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ دلالة الأب في لغة العرب قد تكون جلية واضحة، لكن في سياق الآية إيش يقصد بها؟ فهو يبحث هنا عن مقصود الشارع والمتكلم من كلامه. لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يقول لك: شق ذلك عليهم، يعني الصحابة الكرام العرب الفصحاء الخلص الأئمة أئمة الهدى التبس عندهم المعنى، فاحتاجوا إلى أن يتبينوا مقصود المتكلم جل جلاله من هذه الكلمة وهذه الآية. فلما أن رجعوا للمصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ليس ذاك، إنما هو قوله تعالى: يا بني لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم. فحمل لهم كلمة في سورة الأنعام على كلمة في سورة لقمان حتى يتبين من جمع هذه الموارد مقصود الشارع من كلمة الظلم هنا. سيدنا عدي بن حاتم لما نزلت الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ظن أن المقصود هنا أن يأخذ حبلا أسود وحبلا أبيض ولا يزال يتبينهما في ظلام الليل حتى إذا كاد الوقت يسفر وهو لا يكاد يتبين، فيتأخر إمساك الصائم إلى ما بعد الأذان، لو هذا هو الفهم. فلما رجع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له: إن وسادك لعريض، ذاك بياض النهار وسواد الليل. يبقى مقصود الشارع، احتجنا إلى مقصود الشارع في فهم الآية. وأضرب لكم مثالا آخر مهما، وهو مذكور في كتب الأصول في أبواب المناسب عند مسائل المقاصد. هذا أحد الأمراء في الأندلس ظاهر من امرأته، نعم، فاستدعى الفقيه يحيى بن يحيى وسأله: إيش كفارة الظهار؟ كفارة الظهار المفترض عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والكفارة هنا مرتبة معينة، يعني لا ينتقل من عتق الرقبة إلى صيام الشهرين إلا إذا لم يجد، فإن وجد الرقاب لا يجوز له الانتقال إلى الصوم. فالفقيه يحيى بن يحيى
لما عرض عليه الأمير أنه ظاهر من امرأته قال له: لا أفتيك بعتق الرقاب، إنما أفتيك بالصوم، مع أن الرقاب والرقيق في ذلك الوقت موجود. فلما خرج الفقيه يحيى بن يحيى وتسامع فقهاء الأندلس بهذا صاروا يسألون: لماذا أفتيت الأمير بالصوم مع أن العتق والرقاب موجودة؟ فقال لهم: هذا رجل أمير يملك كثير جدا من الرقيق، فلو أفتيته بالعتق لسهل الأمر عليه ولظاهر من امرأته كل يوم، فلا يحصل مقصود الشريعة من زجر نفسه، لكنه مع رفاهته ينزجر لو أننا حملناه على الصوت. وأنا الآن أسألكم: هذا المعنى معنى لطيف أو ليس كذلك؟ نعم. لطيف وحسن، لكن مع هذا أطبق الفقهاء على تخطئته، برضو خطأ. ليه؟ قالوا له: لأنه ليس مقصود الشرع الآن أن تنزجر نفسه، بل مقصود الشرع أنه يتشوف للحرية، ليته لو ظاهر كل يوم وأعتق حتى يكثر العتق. إذا اختلف فهم مقصود الشارع. هو ظن أن مقصود الشارع هو تزكية وتهذيب نفس الأمير. هذا المقصد سنصل إليه بالموعظة، سنصل إليه بخطبة، لكن هنا في هذا الباب حيث جاءت الفرصة ووقع بقدر الله أنه ظاهر، نقول له: أسرع وأعتق، ونسهل له العتق. يا ليته يعتق كل يوم. ثم تجد الفقهاء بعد ذلك في شراح مختصر خليل وعدد من العلماء وفي حواشي كثيرة من كتب الفقه يقول: لأن الشرع متشوف إلى الحرية، يعني شديد التشوف والحرص، يدفع الناس دفعا إلى كثرة عتق الرقاب، حتى يأتي اليوم الذي نفتش فيه عن الرقاب فلا نجد. فلفت النظر إلى هذا قال: فمن لم يجد فصيام شهرين. يعني عسى أن تصلوا إلى وقت تفتش فيه عن الرقاب فلا تجده، يا رب يحرم الكل ولا تجده. ولأجل هذا لما كان هذا فهم علماء الإسلام، لما بدأ العالم يقول نتخذ إجراء يلغي الرق، كان المسلمون أول من سابق وقال: نعم نلغيه، لأن الشرع متشوف إلى الحرية. ربما يبين لكم هذا المثال أن فهم مقصود الشريعة يحتاج إليه في الترجيح، حتى في الفتاوى الجزئية، حتى في تحديد معنى الآية من الآيات. وتسلط عليه في الزمان الأخير أرباب التيارات المختلفة، وصاروا يتجاذبونه وينتزعونه من أيدي أهل السنة والجماعة، حتى صار كما قلت لكم أكثر الباحثين لا يكاد يعرف إلا كتب الشاطبي وكتب الريسون. إذن خلاصة القول، حتى أختم هذه الكلمة ثم نفسح المجال لتعليقات السادة الأساتذة الكرام ولمداخلاتكم وأسئلتكم. علم مقاصد الشريعة من أشرف العلوم، هو زبدة وعصارة علوم أهل الإسلام، لأنه هو الذي يعين الفقهاء وأهل الاستنباط وأهل الاجتهاد إلى أن يصيبوا مراد الشارع في فهم كل آية، وفي فهم كل فرع، وفي فهم كل باب من أبواب الشريعة، حتى نخرج من فهم مقاصد الشريعة إلى إدراك غاياته العليا. والمقاصد الشرعية كما قلنا خاصة وعامة وجزئية، والمقاصد العامة ضروري وحاجي وتحسيني، والضروري منها 5، ويبقى بعد ذلك جزئية أخيرة أشير إليها. هذا الباب اعتنى العلماء فيه باستخراج مقاصد الشريعة عند استقراء فروع الفقه، يعني استنبطت فروع الفقه
كام عدد فروع الفقه؟ تقريبا قرابة ألف من الفروع، 1,000,000 فرع تقريبا إذا حصرت كتب الفقه في مختلف المذاهب. التفريعات التي وصل إليها العلماء وخرجوها في المعاملات والبيوع والعقود والأنكحة والعبادات واحتاجوا إلى استخراج الحكم الشرعي فيها تقريبا 1000 فرع. فيعكف المجتهدون على تلك الفروع بالاستقراء التام لتبين مقصود الشرع، فكأن علم مقاصد الشريعة إنما هو في الحقيقة قائم على تبين مراد الشرع من الفروع والأحكام. فيمكن لنا أن نوسع الدائرة وأن نجعل من أبواب الاهتمام والدراسة والنظر عندكم أن نتبين مقصود الدين ومقصود القرآن مما ليس من أبواب الفقه أو من فروع الفقه، نظرا لأن هذه المقاصد والغايات العليا تاهت والتبست عند كثير من المعاصرين. يا أحبابنا، إذا ذهبتم إلى دراسة فكر تيارات التطرف ستجدون 40 فكرة أو 40 مفهوم، منها 7 أفكار و7 منطلقات موجودة عند كافة تيارات التطرف، عند الإخوان وعند الدواعش وعند القاعدة وعند تنظيم بوكو حرام في نيجيريا. كل من يحمل السلاح من المتطرفين يدورون في 7 أفكار مشتركة عند الكل. تبدأ بالتكفير، ثم يولد منها فكرة الجاهلية، ثم يولد منها فكرة الولاء والبراء، ثم يولد منها فكرة الفرقة الناجية، ثم يولد منها فكرة حتمية الصدام ويسميه جهادا، ثم يولد منها فكرة الاستعلاء بالإيمان، ثم يولد منها فكرة التمكين أو الخلافة أو أستاذية العالم على اختلاف تعبيراته. ويبلغ من شغف هذه التيارات بالتكفير أن سيد قطب كما ذكرت في المحاضرة أمس لم يكتفي فقط بتكفير عموم المسلمين، بل ما زال يمعن في التكفير حتى بدأ يدرس الآباء الذين ماتوا. إذا كان قد استساغ تكفير المعاصرين من المسلمين جميعا، فكيف بجيل الآباء آباؤنا وآباؤكم الذين ماتوا؟ هو يقول كانوا على نفس التدين الذي عليه المعاصرون، وتدين المعاصرين كفر فتدينهم كفر، فبدأ يرجع بعد أن استساغ التكفير للكل بدأ يرجع به بأثر رجعي في الزمن الماضي، فكفر الآباء الأموات وآباء الآباء، حتى اضطر إلى أن يخرج بقول شديد الغرابة يقول فيه: والحقيقة المرة التي يجب الجهر بها هي أن هذا الدين قد انقطع عن الوجود قبل قرون. فهذا من أغرب أقوال تيارات التكفير وفهم الخوارج. ويأتي في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام ويقول: ولا أعني بهذا انقطاع وجود الأمة المسلمة، بل انقطاع وجود الإسلام ذاته. ستجد هذا عند كل تلك التيارات، كلهم يبدأون بتكفير المسلمين، ثم ينتقل إلى إنه إذا كان كل من على وجه الأرض غارق في الكفر، فكيف نسمي الحالة التي تشمل الكرة الأرضية؟ يقول: إذن هي حالة الجاهلية كحالة البشر قبل مجيء الإسلام. ويؤلف أخوه محمد قطب كتاب جاهلية القرن العشرين. وهكذا. الذي أريد أن أقول: كانت مقاصد الشرع في أذهان الناس جميعا قبل تلك التيارات، كانت مقاصد الشرع حفظ النفس والعقل والدين والمال والعرض. عند تلك التيارات صار مقصد الشرع عنده التكفير، كأن الشرع يقول له: لن يرضى الله عنك حتى تبذل مجهودا وتؤلف كتبا وتنصب أدلة على كفر الناس. حتى يبلغ الأمر يا أحباب لتدركوا فداحة الأمر. قام واحد من الدواعش وألف كتابا اسمه إدارة التوحش، فرد عليه واحد من تنظيم القاعدة اسمه أبو مصعب السوري بكتاب اسمه نحو المقاومة العالمية الإسلامية، كتاب في 1400 صفحة. إذا سمعت أنت أنه يرد على الدواعش ستظن أنه
يبطل فكر التكفير وينصف المسلمين، فإذا به يرد على الدواعش لأنهم لا يكفرون كما ينبغي. يقول لهم أنتم متراخون في التكفير، ويكتب في هذا كام 1400 صفحة، ومثل هذا الكتاب متاح على السوشيال ميديا ينزله الإنسان. كتاب إدارة التوحش المملكة العربية السعودية، بعد أن بذلت مجهود في تتبع وتعقب هذا الكتاب ومحوه، وجدنا أنه لا يزال موجود على 15,000 رابط. كم شاب من شبابنا وأبنائنا يتورط في هذا الفكر. إذا انتبهوا إلى أنه جرى إحلال وإبدال. نحن نعظم مقاصد الشريعة وندعو إلى دراستها على منهج الأكابر. هذا خلاصة الأمر. إذن ندعو إلى تعظيم علم مقاصد الشريعة وإلى أن يدرس على منهج السادة الأكابر، أبي المعالي الجويني وحجة الإسلام الغزالي والعز بن عبد السلام والإمام القرافي وهذه الطبقة من العلماء. هذه قضية. نعظم علم مقاصد الشريعة وندعو إلى دراسته على طريقة الأكابر. نمرة 2، هناك وقفات مطولة مع كتب أبي إسحاق الشاطبي تستدعي من الباحث أن يكون ناقدا. القضية الثالثة، جرى احتلال علم مقاصد الشريعة من التيارات المتطرفة، وجرى العدوان على هذا العلم وشبه احتلال لهذا العلم بما يستدعي من الباحثين إعادة استرداد علم مقاصد الشريعة وتقديمه بطريقة العز بن عبد السلام وبطريقة الجويني بما يبرز مقاصد الشرع في هذا الوقت وبما يبرز مقاصد الشرع في هذا الزمان. القضية التي بعدها، نشطت تيارات التطرف في كثرة الجدل والاستدلالات المغلوطة في تكفير الناس، حتى جعلوا قطاعات من الشباب تتصور أن مقاصد الشريعة التكفير والجاهلية والولاء والبراء وكذا لا يرى من الشرع إلا هذا، لا يفكر إلا في هذا، لا ينشط إلا لهذا، لا يبذل عمره في هذا. يبقى صار مقصد الشرع عنده أن ينهض بإقامة الأدلة على كفر الناس جميعا، فحول التكفير إلى مقصد من مقاصد الشرع. فنريد نحن أن يكون أمثالكم من طلاب العلم ومن الباحثين على دراية عظيمة بعلم المقاصد، وعلى وقفة دراسة وتحليل ونقد لكتابات الشاطبي، وعلى حذر من بحوث المعاصرين في المقاصد، وعلى عناية بتعظيم دراية علم المقاصد من كتابات العز بن عبد السلام والجويني ومن في هذه الطبقة. هذا خلاصة ما أريد أن أقول. وأن دراسة علم مقاصد الشريعة ينبغي أن يتسع بالتدريج حتى نستخرج مقاصد القرآن ومقاصد الآيات. فبجوار حفظ النفس والعقل والدين والمال والعرض التي هي مقاصد الفقه ومقاصد الفروع والأحكام، لا بد من تعظيم بقية مقاصد الشرع والديانة، كتعظيم شأن العلم. فكم ورد في القرآن من تعظيم العلم والحض على العلم، من تعظيم شأن الأخلاق، من تعظيم شأن تزكية النفس، من حفظ قضية الأوطان، من تعظيم قضية إلى غير ذلك من الغايات، من تعظيم قضية الإعجاز، لأنه عمدة الشريعة في مخاطبة غير المسلمين إقامة الأدلة على أن القرآن معجز، من تعظيم، وهكذا إلى غير ذلك من المقاصد والأبواب التي ينبغي أن تعظم في عقل طالب للعلم. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وأترك المجال للتعليق بالسادة الأساتذة الأجلاء الكرام، ثم فتح الباب لكم ولما تريدون من مداخلات وأسئلة. لكم لا بد من التعليق أبدا أبدا أبدا، لا بد. بسم الله بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ya, siapa yang bisa dulu, saya yang kelima. Saya nggak bisa lagi. Siapa yang bisa kelima? Ya.
Terima kasih sekali. Alhamdulillah alam atas apa yang disampaikan tadi tentang ceramah, saya berusaha memahaminya dengan baik, terutama tentang qadiyah takfir, jadi al-wala wal bara dan sebagainya yang dikemukakan oleh saudara-saudara kita dari ikhwan. Ini lebih banyak politik saya rasa daripada ilmiah. يشكر فضيلة الأستاذ الدكتور يعني على هذا الدرس يعني، وهو يحاول يعني أن يفهم الدرس يعني بأقصى المقاصد، وخاصة هناك يعني ما يتعلق يعني بالمقاصد أو قضية التكفير عند إخوان المسلمين، ويرى فضيلته يعني أن هذه القضية عند إخوان المسلمين يعني أقرب إلى السياسة. Baik, lalu bagaimana dengan pengkajian dan pendalaman maqasid secara ilmiah pada saat sekarang? Jadi umpamanya siapa ulama yang kita bisa baca yang mengkaji maqasid dalam bahasa yang sederhana untuk masa sekarang? إذن يعني قضية المقاصد عند الإخوان هذه قضية سياسية كما قال قبل ذلك، فمن يعني من العلماء المعاصرين شيخ الذي ممكن نحن نعتمد عليه وهو يعني يقدم لنا علم المقاصد ويتخصص فيها بلغة سهلة أو بلغة وجيزة يمكن أن نعتمد عليه، يعني الذي ليس مرتبطا بالسياسة. أولا قضية مقاصد الشريعة وقضية السياسة لي فيها تعليق. لا يعنيني الشأن السياسي للإخوان، لكن بشرط أن يقول أنا أمارس عمل سياسي، فيكون مثله كمثل أي حزب سياسي. لكن الإشكال الذي ألفت النظر إليه أنه في طريقه إلى السياسة امتهن حرمة الشريعة وتأول الآيات تأولا مغلوطا وتلاعب بالعلوم الشرعية وارتكب تكفير المسلمين، فعمله السياسي صار فيه شق شرعي لا بد من أن ننقده علما وديانة بغض النظر عن الموقف السياسي. إذا نحن الآن لا نعلق على الموقف السياسي، بل نعلق على الجانب الشرعي الذي دخلت فيه تلك التيارات فتلاعبت بتأويل الآيات وتلاعبت بالأحكام الفقهية وتورطت في تكفير المسلمين باستدلالات مغلوطة لآيات ولأحاديث ولكلام الفقهاء يأتون به على غير وجهه. السيد قطب لا يقول هذا في كتاب سياسي، يقوله في كتاب لتفسير القرآن. إذا نحن الآن لا نتحدث عن الشق السياسي لتلك التيارات، بل نتحدث عن حماية الشريعة من تلاعبهم بها في سبيلهم السياسي. هذا الذي نغار عليه، وهذا الذي نتعرض له كشأن علمي محض وكشأن شرعي محض. يريد أن يخوض في ميدان السياسة، يقول أنا حزب سياسي وأخوض في ميدان السياسة، افعل ما تشاء، لكن لا تخوض في الميدان السياسي متسترا بالشرع وتتلاعب به. حينئذ لن نسكت، لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. وتذكروا أنه يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهناك تحريف وانتحال وتأويل باطل ينبغي أن يوقف معه بحذر وبحزم. أرجو أن تكون هذه القضية واضحة للجميع ولفضيلة الأستاذ العالم الجليل الكريم. نحن الآن نتكلم في شأن علمي بحت ومحض، كيف يمكن حمى الشرع الشريف من أن يتلاعب به أي متلاعب بغض النظر عن مقصوده السياسي أو غير مقصوده السياسي، سواء كان يتلاعب به لغرض من الدنيا والتكسب، سواء كان يتلاعب به لغرض سياسي، سواء كان يتلاعب به لغرض اجتماعي كوجاهة. لا علاقة لي بأغراضه، إنما علاقتي التي أقف حارسا أمينا عليها أنه في سبيل وصوله إلى غرضه أيا ما كان دخل إلى الشرع وتلاعب به
وأساء تأوله وكفر الناس، ويصنع هذا لا في كتاب سياسي بل في كتاب شرعي يسميه تفسير القرآن. أرجو أن تكون هذه واضحة. هذه قضية الثانية أن المسألة عندهم تعقدت كثيرا. هذا واحد منهم اسمه سيد إمام من المفتين لتنظيم القاعدة، يصنع كتابا اسمه العمدة في إعداد العدة في مجلدين، لا يقول فيه كلمة سياسية، كله قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال القرطبي، قال مالك، ويوظف كلامهم في التكفير. فآل به اختياره إلى أن يكون جزء من تنظيم القاعدة، وهو في الأصل طبيب. إيش علاقته بأحكام بعلوم الشريعة؟ والكتاب ليس كتاب سياسي، كتاب شرعي بحت، لكنه مليء بالتأويلات المغلوطة التي تجعله يخرج بإطلاق التكفير على كل الناس. فانتهى به إلى أن يختار اختيارا سياسيا، لكن مدخله تلاعب بأحكام الشريعة. كم كتاب يوجد على الإنترنت من هذه الفئة، من مثل هذه الكتب، بعد أن أحصينا ودرسنا ما يزيد على 1000 كتاب. إذن الأمر خطير. 1000 كتاب معناها أن عدد كبير من شبابنا وأبنائنا سيدخل ليقرأ هذه الكتب فيكفر الأستاذ ويكفر الأستاذ ويكفر أندونيسيا ويحمل عليها السلاح ظانا أن هذا حكم الله، وظانا أن هذه هي الشريعة. فمن هنا يأتي الخطر. ما هي قضية شق سياسي لا علاقة لنا به، إنما قضية أين الجانب العلمي الذي سيسألنا الله عنه أولا يوم القيامة. امتهنت حرمة الشريعة وتم التلاعب بدلالاتها وأحكامها وأنتم تسكتون ولم تقوموا بالواجب عليكم. هذه قضية. القضية الثانية: من المعاصرين يمكن الرجوع إليه بعيدا عن الجدل واللجاج؟ الطاهر بن عاشور. كما قلنا، الطاهر بن عاشور شيخ الإسلام وشيخ جامع الزيتونة وإمام الشريعة في زمنه، وعمر 100 سنة، ودرس علم الأصول ودرس المذهب المالكي ودرس البلاغة ودرس سائر العلوم، وكان شيخ جامع الزيتونة يعني كمنصب شيخ الأزهر، وله تفسير التحرير والتنوير من أدق وأجود كتب التفسير عند المعاصرين، فهو إمام متفق على إمامته في علوم الشريعة، بل بلغ أنه شيخ علماء جامع الزيتونة الذي هو شقيق الجامع الأزهر، يعني من الطبقة العليا من أئمة المعاصرين. الشيخ الطاهر ابن عاشور توفي سنة 1393 عن 100 سنة، عمر قرنا من الزمان، فألف كتابه مقاصد الشريعة. هذا الكتاب يعد أجود ما وتوفي 1393 يعني 1973 أهو، يعني قريب عهد، يعني من طبقة أساتذة السادة الكرام، من يوازي جيل مشايخهم الذين درسوا عليه، كأنه في جيل مشايخ الأستاذ الجليل، فهو من المعاصرين. من بعده ما حصل هذا اللغط الذي نقول فيه. طيب، ويبقى كتاب آخر ألفه أحد العلماء في مصر، وهو كتاب مهم وأجرى فيه استقصاء ودراسة لكل ما ألف في مقاصد الشريعة، وهو الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام، وألف كتابا اسمه الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة في 11 مجلد. الدليل الإرشادي، وهذا الكتاب يستعرض فيه كل المخطوطات والبحوث التي نشرت في المجلات العلمية في العشرينات والثلاثينات حول بحوث المقاصد، فيفتح لك الأفق إلى كتب ومظان في علم المقاصد مخطوطة أو طبعت طبعات نادرة، أو بحوث علمية محكمة في مجلات أو كتب نادرة طبعت من قديم في أوائل القرن. فأحصى ما يزيد على 3000 عمل ما بين مخطوط ومطبوع. منها مثلا كتاب مقاصد الصلاة للعز بن عبد السلام، لا يكاد أحد يعرفه ولا يكاد أحد يسمع به. منها مقاصد الصيام للقسطلاني، أظن اسمه غاية المرام أو بلوغ المرام في مقاصد الصيام. أين هذا الكتاب؟ لا يعتني به أحد. وكتاب مقاصد الصلاة
كان الإمام التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى يقول: كان والدي الشيخ الإمام يعظم هذا الكتاب جدا ويحض عليه، ويقول: لو أنه قرئ كل يوم لكان مفيدا. مقاصد الصلاة للعز بن عبد السلام. مثل هذه الكتب الكبيرة والصغيرة والمشهورة والمغمورة والمخطوطة والمطبوعة الذي نهض إلى هذه الدراسة الجارفة حولها هذا العالم الجليل، وكانت تربطنا به مودة هائلة. وطالما كنا نلتقي ونجلس ونتجاور في محاضرات، وكنت أذهب إليه البيت آخذه وننطلق معا إلى محاضرة. ولما صدر كتابي جمهرة أعلام الأزهر صار هو يقول: هذا كتاب القرن، هذا كتاب هذا القرن، وينبغي أن يقام له احتفال هائل لتقديمه، لأنه هذا عمل نادر ولا يتكرر. ولما عرضت عليه كتابي الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين في نقد الإخوان والدواعش، كتب تقريضا عليه دون أن أطلب إنه مثل هذا الذي ينبغي أن يخرج من أهل العلم. هذا العالم الجليل دكتور محمد كمال إمام كانت عنده مكتبة نادرة، وكان بحاثة عن الكتب، وكان عظيم الاطلاع والمعرفة، ويقتني النوادر من الكتب والخبايا والخفايا. حتى كان فضيلة المفتي، مفتي مصر حاليا، الفقيه الجليل العالم الدكتور شوقي علام، يقول لي: 3 في مصر لا أظن أني رأيت أحدا مثلهم في التنقيب عن الكتب. المفتي الشيخ شوقي علام. قلت له: من هو يا فضيلة المفتي؟ قال: مولانا الشيخ علي جمعة والدكتور محمد كمال إمام. قلت له: ومن الثالث؟ قال لي: أنت. الله أكبر. فهذا الدكتور محمد كمال إمام له هذا الكتاب المهم. فمن المعاصرين فقط أحيل إلى هذين العملين: مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور، والدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة للدكتور محمد كمال إمام، لأنه كشاف يبين لك ما ألف في المقاصد في تاريخ أمة الإسلام، حتى يصل إلى بحوث علماء الأزهر في سنة 20 وفي سنة 30، ويشير إلى بحوث نادرة وغالبها مطبوع طبعات نادرة مجهولة لا يكاد يسمع، لكنه نقب عنها حتى استخرجها. فهذا الذي أشير إليه من كتابات المعاصرين، وأرجو أن يكون قد اتضح للحضور موضع الخطر في تلاعب تلك التيارات. ما هي قضية سياسة؟ قضية الجانب الشرعي الذي تمتهن فيه حرمة الآيات والأحاديث، ويتم استبدال مقاصد الشريعة بأفكار هؤلاء. والله تعالى أعلم وأعلم. ما رأي حضرتك في جاسر عودة؟ جاسر عودة عرفته قبل سنوات وجلسنا كثيرا، وغاية ما أقول فيه إنه باحث مثل أي باحث من الجالسين فقط. عرفته وجلسنا معا عن معرفة سنة 2007 و2008 و2009، وكان هو يحضر محاضرتي التي ألقيها. غاية ما أقول فيه باحث ألف كتابا فيه، فلا يمكن أن يعول عليه ولا يرجع إليه ولا أن يوضع بجوار كتب العز بن عبد السلام ولا كتب القرافي. باحث مثل أي باحث من هؤلاء الذين يجلسون، باحث فقط. نعم. وأنا أتكلم عن معرفة، ما هو عن مجرد قراءة له. جلسنا معا وتباحثنا. نعم. نعم. هل من سائل آخر؟ فليتفضل مشكورا. تمام. شيخنا من كتاب ضوابط المصلحة لشيخنا البوطي. هذا كتاب شديد الأهمية، وأحسنت إذ ذكرتني به، وأنا أحيل إليه بكل قوة. كتاب ضوابط المصلحة من أجل ما ألف في هذا الباب. وأضيف إليه كتابا آخر مهم قد يختلف مع سيدنا الشيخ البوطي، لكن كلا هذين العالمين في مستوى واحد من العلم والمعرفة. أستاذنا الجليل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ألف هذا الكتاب ضوابط المصلحة، وهو شديد الأهمية شديد النفع، عميق، يناقش فيه الرازي والجويني والغزالي، ويحرر وينقد ويأتي بفهم. فهذا كلام عالم متمكن من صنعته، وأحيل إلى هذا الكتاب بلا شك. وبجواره ومعه ويدرسان معا كتاب ألفه الأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي اسمه تعليل الأحكام. وكان هذا الكتاب تعليل الأحكام هو رسالة الدكتوراه التي نالها من كلية الشريعة في الأزهر سنة 41. وكان المرحوم الشيخ محمد مصطفى المرام شيخ الأزهر هو الذي يحضه على الكتابة في هذا الباب.
وجلست اللجنة العلمية الموقرة من جيل شيوخه المتمكنين يناقشونه قرابة 10-12 ساعة في بحثه هذا، وطبع الكتاب في مجلد. ويختلف مع سيدنا الشيخ البوطي، ولكن اختلاف عن علم وعن عمق وعن دراية. فأوصي جدا بقراءة هذين الكتابين، ضوابط المصلحة لأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وكتاب تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي. نعم. انكشافات عظيمة في هذا الصباح. تفضل الشيخ. السلام ورحمة الله. فرصة عظيمة لنا لنسأل وجدنا كما تفضلتم أن هناك تيارات يريدون عزل مقاصد الشريعة عن علم أصول الفقه بدعوى أن علم أصول الفقه أصبح في هذا العصر غير قابل لاستجابة متطلبات العصر. فإذا أردنا أن نقول بإنصاف، فهل بحق أن أصول الفقه أصبح بهذا القدر وأنه يحتاج إلى تطوير؟ وإذا قلنا نعم، فما هو الجانب الذي كان يجب علينا أن نطوره من أصول الفقه؟ طيب، هذا سؤال مهم وكان حاضرا في ذهني أثناء ما كنت أتكلم، لكن غاب عني أثناء الكلام. علاقة علم مقاصد الشريعة بعلم الأصول. وصلت إلى وجهة وفهم في هذا الباب، ثم باحثت فيه عالمين جليلين، وهما مولانا الشيخ علي جمعة ومولانا الشيخ عبد الله بن بي، فوجدتهما يقولان نفس ما كان يخطر لي، أن علم مقاصد الشريعة متى خرج عن علم الأصول صار هباء وهلاما، ولا يمكن أن تكون له معالم ويتطوح بك. فلا بد من ربط علم المقاصد بعلم الأصول ربطا محكما. والخلل العظيم الذي حصل عند المعاصرين في علم المقاصد أنهم درسوه وحده دون علم الأصول. هذا باب من أعظم أبواب الخلل في دراسة علم المقاصد، أن يدرس وحده، فلا يزداد مع الإمعان فيه إلا عمومية، فيصير كالكلمات العامة كالعدل كالتسامح، فتتحول مقاصد الشريعة إلى ما يشبه العموميات التي هي ليست مقصود للشريعة، كأنها القيم العامة عند كل البشر: العدالة، التسامح، الحرية، الإنصاف. هذه قيم عامة، لكن أين مقاصد الشريعة التي تتجلى في فروع الشريعة وفي فروع الفقه؟ فعلم مقاصد الشريعة ليس هو علم الأخلاق، وليس هو علم المبادئ العامة، ليس هو الذي يتكلم عن العدالة والإنصاف والتسامح، هذا مهم في الأخلاق. لكن علم مقاصد الشريعة يعني كل حكم إلهي بالحل أو الحرمة، ما الذي كان يقصد به وما الغرض الذي، هذا شيء دقيق جدا، لأنه إخبار عن مراد الله من حكمه. فهذا باب شأن مهيب عظيم لا يتسلط عليه بالأفكار العامة أو يكتب فيه مقال عام، هذا يضيع علم الأصول. فكثير من المعاصرين ممن كتبوا في هذا العلم لا باع لهم في علم الأصول أبدا، ولا يعرفونه ولا يدرسونه، لكن يجترئ على الكلام في مقاصد الشريعة، يستسهلها، وتعينه على هذا البحوث المسهبة المسترسلة عند الشاطئ، فيظن أن علم المقاصد سهل أن يدخل فيه بالفكر العام. فعلم المقاصد ليس علم يعتمد على الذكاء والفكر، بل على الدقة في الإخبار عن مقصود الشرع من كل حكم. انتبه إلى هذا. إذن ينبغي أن يدرس علم المقاصد نشأ علم المقاصد كما قلنا في رحم علم الأصول في باب القياس، وينبغي أن يربط ربطا تاما بعلم الأصول. هذا شيء. الشيء الآخر، كتبت كتابات كثيرة من المعاصرين في دعوى تجديد علم الأصول، ما بين متهجم عليه يرى أن هذا العلم ينبغي أن يطرح بالكلية وأنه صار مثقلا وأنه لا أهمية له، كما في كتاب
ألفه الدكتور نصر حامد أبو زيد عن الإمام الشافعي، وكما في كتاب ألفه الدكتور حسن حنفي عن علم الأصول بالفرنسية، وكما في كتاب الخواطر المسلم الحزين لحسين أحمد أمين، وعدد من الباحثين الذين يرون طرح علم الأصول ورميه بالكلية. وعدد آخر من الباحثين يرى أن نقص من علم الأصول وأن نرمي منه بحوثا كثيرة، لعله لم يتمكن من دراستها أو لم يدرك مقصودها، كمن ينادي مثلا بحذف أبواب المنطق من مقدمات علم الأصول أو بحذف أبواب كثيرة من علم الأصول. ومنهم من يريد ابتكار أبواب أو ابتكار جزئيات ومسائل. والذي تعرض لنقد محاولات التجديد في علم الأصول عن دراسة جادة أعجبتني باحثة جزائرية اسمها جميلة أبو خاتم، لها كتاب اسمه تجديد علم أصول الفقه في مجلد. أنا أوصي بقراءة هذا الكتاب لأنها أتت ب7 أو 8 نماذج من بحوث المعاصرين حول تجديد أصول الفقه مع دراسة نقدية لها، ومدى دقة هذه الدراسة ومدى قربها من علم الأصول ومدى ابتعادها عنه ومدى فهمها لروح علم الأصول وعمق علم الأصول. فهذا الكتاب في الحقيقة كتاب جيد، طالعته باهتمام فوجدت أن الباحثة كانت متمكنة من مادتها العلمية ومقتدرة في مادتها العلمية. أما علم أصول الفقه فإياكم أن تستمعوا لمن يهون من شأنه أو يقبحه في نظركم أو يغرس في نفسكم شكوكا منه. علم أصول الفقه يكاد يكون أشرف وأدق ما أنتجه عقل علماء الإسلام، لأنه أقرب علوم الإسلام مجاورة واحتراما للنص الشريف. يعني النحو خادم لفهم القرآن بس بدرجة بعد فترة. البلاغة خادمة لفهم القرآن. الصرف خادم لفهم القرآن. لكن جمعت عصارة هذه البحوث في الأصول، فصار علم الأصول هو الذي يستعمله المجتهد مباشرة في فهم النص ودلالات ألفاظه وعموماته وخصوصاته والإلحاق بعموماته في القياس. فصار علم الأصول أدق وأقرب علوم المسلمين التصاقا بالنص وائتمانا على استخراج دلالات النص. فهذا العلم شديد الأهمية. ولئن كان الغزالي يقول في مقدمة المستصفى إن من لم يتقن علم المنطق فلا ثقة بعلومه أصلا، فيمكن أن أقول اليوم أنا مطمئن، وقد قلت هذا في أوائل كتاب مشكاة الأصوليين والفقهاء، قلت ومن لم يتقن اليوم علم أصول الفقه من علماء الشريعة فلا ثقة بعلومه أصلا. وأول خلل طرق علماء الشريعة إهمال علم الأصول. هذا الذي جعل قدرتهم على فهم الشرع وإدراك حمى الشرع والغير على الشرع جعل هذا يذوب أو يضطرب، وجعل تيارات التطرف تستطيع اختراق العقول لغياب علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه شديد الأهمية، وهو علم صعب ودقيق وعميق المدرك، ويحتاج إلى عقل صافي، ويحتاج إلى وقت وزمن وصبر. نعم قد تكون بعض كتبه بالغة الدقة والصعوبة كحواشي الإمام عبد الرحمن الشربيني وتقريراته على المحل على جمع الجوامع، أو حاشية ابن قاسم العبادي الآيات البينات على جمع الجوامع. حاشية ابن قاسم العبادي في 4 مجلدات في غاية الصعوبة جدا حتى على المتقن لعلم الأصول، لأنه يعتني بالاستدراكات والتعقبات والإيرادات والمناقشات التي وردت على جمع الجوامع والشروح، وينصف ويحرر ويرد وينقد. صعب جدا. 4 مجلدات الآيات البينات لابن قاسم العبادي في منتهى الدقة والصعوبة. فلا نقول للباحث أن يدرس علم الأصول بهذا المستوى، لكن لا بد من جمع الجوامع مثلا في علم أصول الفقه، لا بد من جمع الجوامع. وعندنا في مركز التدريب في دار الإفتاء المصرية، وهو مركز مهم في الحقيقة، لأنه يقدم مسار دراسي مدته 3 سنوات ولا يقبل إلا متخرجا في كلية شرعية.
مع اختبارات معقدة ودقيقة، ثم يدرس له مرة أخرى 3 سنوات، يدرس جمع الجوامع كامل، ويدرس. أقول لكم قصة من القصص. الإمام الكبير الشيخ إبراهيم حمروش شيخ الأزهر كان تقدم الامتحان العالمية، وفي اليوم السابق على الامتحان، يعني خلاص استعد الطلبة وتهيأوا وغدا الصباح يدخلون الامتحان، جلس شيخ الأزهر يقول: غدا امتحان العالمية للطلبة. إيش مسائل الامتحان وبحوث الامتحان؟ فالعلماء قالوا له: يا فضيلة الإمام، نمتحن الطلبة غدا إن شاء الله في مقدمات جمع الجوامع. ومقدمة جمع الجوامع فيها زبدة مهمة في علم الأصول، وتكاد تكون 1/20 من الكتاب، لكن ليست كل الكتاب. فغضب الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقال: إيش يكون الامتحان في جمع الجوامع كاملة؟ قالوا له: يا فضيلة الإمام، الامتحان غدا. قال: وإن كان الطالب الذي يريد أن يتقدم لامتحان العالمية ولم يدرس جمع الجوامع كاملة لا يستحق العالمية. فخرج العلماء يعلنون: يا أولاد، غدا الامتحان في جمع الجوامع كاملة. فأحجم الكل عن دخول الامتحان إلا الشيخ إبراهيم حمروش، قال: في الحال أمتحن فيه كامل، مستعد وجاهز ومتقن وحاضر في هذا العلم. فعظموا شأن علم الأصول، ولا تشوش نفسك بمثل هذه الإشكالات حول علم الأصول. وسيحتاج منك وقت ومجهود ذهني، لأنه علم صعب ودقيق، وليكن لا بد من الصبر عليه، وهو عمدة العالم. وما زلت أنقب وأبحث حتى وجدت كلاما للإمام شهاب الدين المرجاني صاحب قازان في تتارستان، معاصر، هو قريب من توفي 1308 هجري، 1308 هجري، يعني من 130 سنة، لكنه كان عمدة في المذهب الحنفي. الشيخ الكوثري مع إتقانه لأصول وفروع الحنفية كان منبهرا بعلوم شهاب الدين المرجاني هذا. وأنا زرت ضريحه ومرقده في قازان في جمهورية تتارستان عند صديقنا سماحة المفتي الشيخ كامل سميع الله مفتي تتارستان. شهاب الدين المرجاني له كتاب دقيق جدا في مسألة أن في بعض فصول السنة تختل العلامات التي هي غروب وشروق الشمس. الدول الإسكندنافية أقصى الشمال تختل العلامات، فأحيانا يظل 6 شهور الشمس معلقة في السماء، أو إنه يؤذن المغرب وبعد برهة وجيزة يدخل وقت العشاء، يكاد يكون وقت المغرب لا وجود له. فألف فيها الشهاب المرجاني كتابا دقيقا جدا اسمه ناظورة الحق. الناظورة يعني الميزان، ناظورة الحق في وجوب العشاء وإن لم يغب الشفق. لما تقرأ هذا الكتاب وترى عمق مدركه أنت أمام مجتهد في المذهب الحنفي. ففي أول هذا الكتاب وجدته يتطرق إلى هذا المعنى الذي أقول: إن علم أصول الفقه ليس فقط في بحوث في الفروع الفقهية، بل لا بد منه في فهم التفسير والآداب وسائر العلوم. فهو جذر وأساس ومفتاح لفهم كافة علوم الشريعة. ويكفي أن شيخ الأزهر مصطفى عبد الرازق الفيلسوف الكبير في كتابه تمهيد في تاريخ الفلسفة يقول في أواخر الكتاب: ولئن كان اليونان قد أبدعوا علم الفلسفة والمنطق، فإن الابتكار الذي أبدعه علماء المسلمين ويوازي هذا سواء بسواء هو علم أصول الفقه. الله أكبر. هو فلسفة المسلمين. نعم، أرجو أن يكون هذا يعني أفادك إن شاء الله. هاتوا يا أحباب، إيش عندكم كمان؟ كأننا في بحر لا ساحل له، الله يحفظك. فنريد أن نسبح ونسبح شيخ. الله يحفظك، الله يزيد فضلك، الله يحفظك يا قوس. نعم. دكتور أيمن،
هذا أخذ شهادة الدكتوراه من الأزهر الشريف تخصص لغويات شيخ. يا مرحبا، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. استمعنا إلى المحاضرة الجميلة هذه، وأشار الشيخ إلى شيخنا ابن عاشور، وقرأت في بعض كتاباته يتكلم عن المهدي، قضية المهدي، فكأنه ينفي وجود المهدي هذا، فنريد أن نعرف منكم اختصار هذه القضية، يعني لأن ربما نحن نستطيع أن نختار. أحسنت. نعم. الإمام الطاهر بن عاشور مع كل ما ذكرناه من إمامته وتبحره تبقى عليه مآخذ معروفة وتم إحصاؤه. له اختيار خاص به في مسألة المهدي، وله قول غريب في الجن، وله قول غريب في رفع عيسى عليه السلام وفي موته. مسائل محصاة ومعروفة ما هي يعني محل حيرة. فمثلا هو يرى أن عيسى عليه السلام قد مات، وبالتالي لا وجود لشيء اسمه نزول عيسى في آخر الزمان. ونحن نقول الإمام الطاهر بن عاشور مع إمامته العظمى مخطئ، وهذا من شذوذاته ولا تؤخذ منه. وإن أردت أن أزيدك من الشعر بيتا فعلت. الطاهر بن عاشور يقول إن الله تعالى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال التوفي حقيقة في الموت مجاز في غيره، فلا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة، ولا قرينة عنده. تمام؟ فبنى نظريته كاملة في موت عيسى وفي عدم نزوله وكذا، بناه على الانحياز إلى أن لفظة التوفي حقيقة في معنى الموت. ماشي؟ لما أردت أن أدرس هذه المسألة كمثال، صرت أقول من أين نأتي بما يرجح لنا ويجزم إن كان لفظ التوفي حقيقة في الموت أو مجاز فيه. فذهبنا مثلا إلى معاجم اللغة، فنجد مثلا أن القاموس المحيط مع عظم شأنه إلا أن الابن عابدين في الحاشية والأحمد فارس الشدياق في كتاب الجاسوس على القاموس وعدد ممن درسوا قاموس الفيروزابادي يقولون إن من عيوبه أنه لا يفرق بين الحقائق والمجازات. يعني يورد اللفظ ثم يورد المعاني التي يستعمل فيها اللفظ عند العرب دون أن يبين أن استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى حقيقة أو مجاز. يورد اللفظ وسائر معانيه عند العرب، أن هذا اللفظ يستعمل عند العرب في كذا وكذا وكذا وكذا، لكن في أيها هو حقيقة وفي أيها هو مجاز لم يقف عند هذا. فما زلت أفتش حتى وجدت العلماء يقولون إن معجما فريدا من المعاجم قام في الأساس على التفرقة بين الحقائق والمجازات، وهو أساس البلاغة للزمخشري، واعتنى به الحافظ ابن حجر العسقلاني في دراسته، فألف حوله كتابا آخر اسمه غراس الأساس، مطبوع أيضا، وأساس البلاغة للزمخشري مطبوع. فجريت فورا إلى أساس البلاغة للزمخشري، وتجد أنه في أول الكتاب يقول وألتزم فيه التفرقة بين الحقائق والمجازات في كل لفظ، يعني غربل هذا، راجع العرب فيها، يستعمل هذا اللفظ في 3 أو 4 معاني، في أيها هو حقيقة فيه مجاز. فلما ذهبنا عند لفظ التوفي إذا به يقول والتوفي حقيقة في القبض والاستيفاء وتجوز به في الموت، عكس ما ظنه الطاهر بن عاشور. فالتوفي ليس حقيقة في الموت، بل هو في الموت مجاز. إنما حقيقة لفظ التوفي أنه توفى دينه أي قبضه، يعني أخذه عنده. فلما إذا قال الله لعيسى إني متوفيك يعني قابضك إلي حيا أو ميتا.
مستوفيك عندي حيا أو ميتا، فليست حقيقة في الموت كما توهم الشيء. فعرفت من أين طرقه الخلل، ظن أن اللفظ حقيقة في الموت، واعتمد على هذه اعتمادا تاما في الانحياز إلى هذا القول الشاذ والغريب في موت عيسى وفي عدم رفعه وفي عدم نزوله في آخر الزمان. فيبقى لنا قول جمهور العلماء في أن عيسى رفع إلى السماء حيا وينزل في آخر الزمان، وورد في هذا ما يزيد على 60 حديثا من الأحاديث النبوية، حتى اعتبره العلماء من الأحاديث المتواترة، وألفت فيه كتب كثيرة. ألف فيه الشيخ محمد أنور شاه الكشميري التصريح بما تواتر في نزول المسيح، وكتب أخرى كثيرة في هذا الباب. إذن له اختيار خاص به في مسألة المهدي وليس بالصواب، مخالف لجماهير العلماء. له اختيار خاص به في رفع عيسى، له اختيار غريب في مسألة الجن، تجده في التفسير أظن في سورة الرحمن، في تفسير سورة الرحمن فيما أذكر، ومسائل أحصيت للطاهر بن عاشور ليس فيها على صواب. لكن كان الإمام الحافظ الذهبي العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير، العقيلي من أئمة المحدثين. عندنا من الأئمة علي بن المديني شيخ البخاري وإمام أهل العلل، الذي يقول فيه البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد قط إلا بين يدي علي بن المديني. هذا إمام أهل الحديث، البخاري يستصغر نفسه بين يديه، لكن وقع له وهم في سند أو إسنادين أو ثلاثة، فتجاسر العقيلي وذكر علي بن المديني في كتاب الضعفاء الكبير. أم الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال يقول: أفما لك عقل يا عقيلي، أو مثل علي بن المديني يدرج في هذا الكتاب؟ ومن ذا الذي من الأئمة لم يخطئ في مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر؟ ولو وقفنا عند كل عالم وأخذناه مسألة ومسألة لما سلم لنا أحد قط. لكن المعتبر من غلب صوابه على خطئه، ومن كان منهجه سديدا وإن وقعت منه أخطاء في فروع. فمثل هذا يغتفر في جانب كثرة صواب ابن الطاهر بن عاشور، وفي جلالة علمه، وفي دقته في تفسيره. التحرير والتنوير من أجل كتب التفسير، يوضع جنبا إلى جنب مع القرطبي ومع الرازي ومع الألوسي ومع هؤلاء الأئمة الكبار. وله الفتاوى طبعت على مقتضى المذهب، بل كان إماما بحرا في علومه الحقيقة، ولا يضيره أن تنتقد عليه مسائل. وكتابه في علم المقاصد من أجود ما كتب المعاصرون كما قلت. لعل هذا كان مفيدا لنا. نعم. مراعاة للوقت أشكر شيخنا شكرا جزيلا أسامة السيد الأزهري على هذا البحث الذي نسبح نحن فيه هذا الصباح، ونسأل الله سبحانه وتعالى الاستمرار والدوام في مثل هذه الدروس. ونشكر أيضا الحاضرين على حضورهم وعلى اهتماماتهم وعلى تركيزهم، والتسجيلات إن شاء الله موجودة، وإن أراد أحد مثلا أن يراجع فهو موجود إن شاء الله عند بعض الزملاء والإخوة. فنختتم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. شكرا جزيلا لكم، واتمنى لكم كل التوفيق والسداد. واكرر الشكر الخاص للساده العلماء الاجلاء الذين شرفونا بالحضور، ولهم مني خالص الاحترام والتحيه والتقدير. شكرا جزيلا لكم جميعا. صلى على سيدنا محمد صلى على سيدنا شرف تشرفنا. تفضل يا سيدي.
طبعا. نعم.